عزيز الشافعي كاتب أغنية أنا غلطان، قال إن هو فعلا حب واحدة ما عبرتوش خالص وراحت لواحد ما بيعبرهاش خالص. ليه ده ممكن يحصل؟ أقول لكم. لما أنا كأنثى أكون في طفولتي كان بابايا شخص مش موجود، أيا كان بقى، مش موجود لأنه مضطر مسافر أو للأسف بابايا طلق مامتي وطلقنا معاها. فهنا اللي حصل إن أنا عقلي كطفلة برمج إن علاقتي أنا كأنثى بالرجل اللي هو أول راجل في حياتي اللي هو بابايا إن هو شخص مش موجود. فلو انا ما اشتغلتش على الوعي بتاعي وعملت سيشنز، قريت كتب، حاولت باي طريقه ابريك من السايكل بتاعه طفولتي، هكبر افضل اعيد في الباترن اللي شفته في طفولتي، اروح لشخص مش جاهز للارتباط. دايما في حاجه بتخليه مش بريزنت، علشان هو ده شكل العلاقه اللي عقلي متبرمج عليه. يجي لي بقى الشخص اللي عايز يرتبط بيا ومهتم، عقلي بيدي ايرور لان ده ريسك كبير بالنسبه له، لان احنا عمرنا ما دخلنا في علاقه مع راجل بالشكل ده. امتى نقدر ندخل بقى في علاقه دي؟ لما بنعمل كوتشنج، لان بقى في الكوتشنج احنا بنشتغل على العقل الواعي مش العقل اللاواعي اللي متخزن فيه كل الحوارات اللي انا لسه حكيها. فببدا بعقلي الواعي اعمل حاجه اسمها علاقه واعيه واختار الصح ليا، بدل ما بقضي بقيه حياتي بجري ورا اشخاص مش مهتمين بيا.